كل ما حد يضايقك تدعي عليه. خلي عندك شيء من الحلم كده، بالذات لو كان حد من افراد عيلتك واسرتك او اصحابك المقربين، حد بينك وبينه عيش وملح. في الحديث القدسي: ان انت ذهبت دعوت على ظالمك وتركت، ربنا اللي بيقول لك: وتركت انا ظالمك يدعو عليك. ما النهارده لو في واحد ظلمني فدعيت عليه، وانا كبني ادم بغلط هظلم حد، فربنا كمان هيسيبه يدعي عليا. فان شئت استجبت لك وعليك، وان شئت اخرتكما الى يوم القيامه فليسعكم عفوي. كأن ربنا في الحديث القدسي بيقول: لو انت فضلت تدعي على الناس، ما انت في ناس هتدعي عليك، لانك انت طبيعي انك انت تغلط بنظرة ولا بكلمة ولا بمعاملة ما خدتش بالك منها. فلو شئت استجبت لك واستجبت عليك، وإن شئت أخرتكم إلى يوم القيامة فليسعكم عفوي. نقول الكلام ده ليه؟ عشان نتوقف عن تسليم قيادة بيوتنا لشياطيننا اللي بتوقع ما بيننا، واللي بتفرح فينا، واللي عايزانا ما نتهناش بالدين، اللي هو أصلا الدين شوية الأخلاق اللي بنمارسهم مع بعض من أول ما بنصحى لغاية ما بننام. ويبقى الأمل في قول رب العالمين: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، طلعت منه عداوة، فأنت دفعت بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله قادر على إصلاح اللي قدامك لو لم ترد الشر بالشر، فالشر لا يداوى بالشر.